عمرك سألت نفسك ليه أغنى بلد في العالم هي أفقر بلد في العالم؟ وليه لعيبة في عزة فرحتهم بالتسجيل بيقرروا فجأة يبعتوا رسالة صامتة للعالم كله؟ في البطولة الأخيرة مشجع كونغولي عمل حركة خلت الملايين يسألوا هو ليه واقف طول المباراة من غير ولا حركة كأنه تمثال؟ واللي كتير منكم ما أخدش باله إن لعيبة منتخب الكونغو أثناء النشيد الوطني بيحطوا إيدهم على بقهم والإيد التانية كأنها مسدس. ده مش احتفال، دي صرخة صامتة ضد الموت اللي بيحصد آلاف البشر عشان أنت وأنا نقدر نمسك موبايل ونسوق عربية كهرباء. أهلا بيكم. النهارده هنحكي قصة بلد الكورة فيها كانت هي الضحكة الوحيدة وسط الدموع، وهنحكي عن باتريس لومومبا اللي كان بيجسد تمثاله المشجع، الراجل اللي كان عايز يخلي الفهود أسياد العالم فانتهى به الأمر كأبشع جريمة اغتيال في القرن العشرين. الكونغو الديمقراطية دي مش مجرد دولة، دي قارة جوه قارة مساحتها قد مساحة غرب أوروبا كلها و88 مرة قد بلجيكا. البلجيكيين لما احتلوها ما كانوش بيتعاملوا معاها كدولة، كانوا بيتعاملوا معاها كعزبة خاصة للملك ليوبولد الثاني. نهبوا المطاق والعاج واليورانيوم. بالمناسبة اليورانيوم بتاع قنبلة هيروشيما كان جاي من منجم في الكونغو. وسط الضلمة دي طلع شاب مثقف ويعتبر هو واحد من ضمن 116 واحد متعلمين في الكونغو، وكان شغال في البريد واسمه باتريس لومومبا. ناضل عشان بلاده تستقل عن بلجيكا وانتخب سنة 1960 أول رئيس وزراء منتخب في أفريقيا كلها للكونغو الديمقراطية، لأن الرئيس كان منصب شرفي. يوم الاستقلال لومومبا قال لرئيس بلجيكا في وشه محدش هينسى إننا كنا بنتضرب ونتهان عشان بشرتنا السوداء. لومومبا كان عارف إن الاستقلال مش بس علم ونشيد، الاستقلال هو السيطرة على الموارد، وده كان خطه الأحمر اللي موته. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. بعد شهور قليلة من الحكم لومومبا اتغدر بيه، اتسلم لأعدائه واتقتل بطريقة بشعة، اتعدم رميا بالرصاص، وما اكتفوش بكده لا ذوبوا جثته في الحمض عشان ما يسيبوش ليه أي أثر ولا قبر يتحول لمزار. تخيل الخوف من الراجل ده وصل لإيه؟ ما تبقاش منه غير سنة واحدة ذهبية رجعتها بلجيكا لأهله في سنة 2022. بعد لومومبا جه موبوتو سيسيه سيكو، وده كان عدو لومومبا اللي سلمه لأعدائه، ديكتاتور بامتياز، غير اسم البلد لزئير وغير اسم المنتخب للفهود. موبوتو كان فاهم حاجة واحدة، الشعب لو جاع اديله كورة. في الستينيات والسبعينات الفهود كانوا أقوياء في بطولة أفريقيا. في سنة 1974 الكونغو أو زاير وقتها كانت أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء توصل لنهائيات كأس العالم في ألمانيا. موبوتو صرف ملايين وجاب مدربين أجانب وبنى ملاعب، وكان عايز يوري العالم إن زائر هي القوة العظمى الجديدة. اللقطة دي العالم كله بيضحك عليها وبيفتكروا ان اللاعب مش فاهم القانون، بس الحقيقة كانت مأساوية. اللاعبين كانوا مهددين من الحرس بتوع موبوتو انهم لو خسروا بنتيجة كبيرة مش هيرجعوا لبيوتهم. الحركة دي كانت احتجاج او تشتيت نابع من رعب حقيقي. في بطولة افريقيا سنة 1968 كان الجميع بيرشحوا غانا النجوم السوداء للفوز باللقب، وخاصة انهم هزموا الكونغو في دور المجموعات، لكن في النهاية حدثت المعجزة. لاعبين الكونغو تحت ضغط سياسي هائل لكنهم قدروا يخطفوا الفوز عن طريق كالالا كونترول تير. الفوز ده ما كانش مجرد كاس، ده كان إعلان لسيطرة الفهود على القارة، هو اللي خلى موبوتو يصرف ببذخ على الفريق عشان يوصلوا لكاس العالم سنة 1974. ولما شفنا اللاعب الجزائري محمد أمين عمورة استهزأ بمشجع الكونغو، لكنه طبعا اعتذر بعدها لأنه ما كانش عارف المشجع عمل كده ليه وإيه قصته. الجزائر والكونغو ولاد قارة عانت من الاستعمار، والاتنين بيعتبروا الكورة هي مساحة الحرية اللي بيثبتوا فيها إنهم أسياد قرارهم. ده الجزائر عندها شارع باسم باتريس
باتريس لومومبا. وعندنا في مصر الرئيس جمال عبد الناصر غير اسم الشارع اللي فيه السفارة البلجيكية وسماه باتريس لومومبا عشان يكون عنوان السفارة مرتبط باسم مناضل وقف طول حياته ضد الاستعمار، وكلنا كفرقة فخورين بيه. نرجع للرسالة اللي بدأنا بيها. ليه لاعبين الكونغو بيحطوا ايديهم على بقهم؟ الكونغو فيها 80% من احتياط العالم من مادة الكولتان. المادة دي هي اللي بتخلي شاشة موبايلك تلمس، وهي اللي بتشغل بطاريات اللابتوب. بسبب المادة دي في حرب قذرة شغالة بقالها سنين في شرق الكونغو، ملايين ماتوا وآلاف الأطفال بيشتغلوا في المناجم في ظروف لا إنسانية عشان الشركات الكبرى تاخد المادة دي برخص التراب. اللاعبين قرروا إنهم مش مجرد فهود بتجري ورا الكورة، قرروا يكونوا صوت للي ملوش صوت. الحركة دي معناها إن العالم بيتكلم عن الكورة بس ساكت عن المذابح اللي بتحصل عشان الكولتان. لومومبا مات وهو بيحلم إن خير الكونغو يبقى لأهل الكونغو، واليوم أحفاد لومومبا بيحاولوا يحققوا نفس الحلم بس بطريقتهم الخاصة. الكونغو مش بلد فقير، الكونغو بلد منهوب، والكورة هي الطريقة الوحيدة اللي بيثبتوا بيها للعالم إنهم لسه أحياء ولسه عندهم كرامة. في المرة الجاية لما تشوف فيها ماتش للكونغو أو تمسك موبايلك افتكر لومومبا، أو افتكر إن في ناس لسه بتدفع ثمن غالي عشان إحنا نعيش في رفاهية. تفتكر هل يجي يوم وتتوقف الحروب في أفريقيا ونشوف الكونغو قوة اقتصادية؟ دي قصة من أكتر القصص حزنا في تاريخ القارة السمراء، حيث تجتمع فيها رائحة الكولتان والماس مع دماء المناضلين وهتافات الملاعب. شاركوني رأيكم، قولوا لي القصة اللي حابين تسمعوها المرة الجاية، واعملوا لايك واشتركوا في القناة وصلي على الحبيب قلبك يطيب، وإلى لقاء قريب. سلام.